السوشيال ميديا ترند دلوقتي بقى العينه بتيجي بالموبايل هي عايزه تعمل هذا الاجراء. هي جايه بفيس اب وانا عايزه اطلع دي بقى النقيض خالص من البيشنت الاولى اللي خايفه جدا. دي واحده دايسه، انا عايزه ابقى خايفه، انا عايزه ابقى هي جايه نايسه. مقرره خلاص، هي مقرره. اعطيني حبتين من هذا وحبتين أيوة. من هذا. انا مش هعرف اخليكي كده اصلا. أوكي. بس طبعا بنحاول نخلي الناس تفهم الفرق انك تبقي حلوه وانك تبقي مش انتي. وفي نفس الوقت الناس اللي بتبقى جايه خايفه تبدا اصلا لانهم مثلا شافت قريبتها قوي، بنت خالتها، بنت عم كانت خارجه واحده تانية بالظبط. فهو مش ده التجميل، ده تشوه. طيب احنا ده مهم قوي ان احنا نوضح للناس ان ده مش ده التجميل. التجميل هو اكون انا بس بتجمل، صح؟ هل مخاوف دي النهارده في وجود الترندز زي ما قلنا الناس بينقسموا فريقين، فريق خايف او متخوف، فريق متحمس بزياده. احنا كاطباء عايزين نقف في النص على مسافه واحده، لان هو طب التجميل هو علم بالظبط متفق عليه، خلاص ما ينفعش النهارده نجتهد بره اصول العلم. في فن، جزء فن ازاي بنطبق العلم بشكل فني، وجزء تاني هو علم. العلم ده بيقول انه بعد الاسسمنت محتاجين نوصل للنقطه دي باستخدام المنتج ده. بالظبط.